مرحبا، شلونكم متابعينا؟ ان شاء الله تكونون بخير بصحة وسلامة. اليوم عندنا اصابع الكفتة مع الخضروات، طبعا من اسهل الوصفات والذها، كثير طعمه طيب، ووصفة سهلة وبسيطة تصلح للعشاء، تقدموها مع الرز او تاكلوها بالخبز حسب رغبتكم. عندنا نصف كيلو من الطماطة ونصف كيلو من البطاطا وحبة من الفلفل الاخضر، وعندنا نص كيلو من اللحم المثروم. نضيف له الثوم ونضيف له الملح والفلفل وندعكه ونعمله على شكل أصابع. عندنا هون البطاطا ثرمناها على شكل أصابع، والطماطة وعندنا الفلفل الخضراء ثرمناها على شكل أصابع. نضيف هاي المكونات مع معجون وملح وفلفل وزيت، وإذا تحبون تضيفون بابريكا. نخلطهم مع بعض مع كوب من الماء. طبعا يكون كنا شغلنا الفرن من الأسفل والأعلى. طبعا نكون حضرنا اللحم المثروم، بينه نسبة يكون من الدهن، وقلنا نضيف له الثوم والملح والفلفل، ونشكله على شكل مثل الكباب، كباب الصينية يعني، ونضيفه إلى هاي المكونات. يكون كن حضرنا الفرن شغلناه من الأعلى والأسفل. وكون كن حضرنا ورق زبدة نقعناها 10 دقائق بالمي حتى لا تشتعل، من نفوتها على الفرن ونخلينه على درجة حرارة عالية بالبداية. وتلاحظون الوجه إذا استوى، وجه اللحم استوى والخضروات استوت، تخلوه بس من الأسفل، ما تحتاج وقت كثير، كل من حسب فرنه، يعني نص ساعة إلى 3/4 الساعة، أكثر شي ساعة، وديروا بالكم عليها لا تشتعل. وصفة كثير سهلة وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم وصفاتنا. طبعا لازم تنقعون ورق الزبدة بالمي 10 دقائق مثل ما تلاحظون. هون عندنا استوت، الرشة ونزينها بالبقدونس. طبعا تتقدم مع الرز أو تاكلوها بالخبز أو حتى بالمعلقة اللي ياكلها بوحدها، هم كثير طيبة. إن شاء الله تعجبكم وصفاتنا، وألف صحة وعافية عليكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتعليقاتكم واللايكات، ادعموا القناة حتى تصلكم كل الإشعارات. إن شاء الله صحة وعافية على قلبكم. شكرا جزيلا على المتابعة.